السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال. النهاردة هتكلم على رموز مهمة جدا. ربنا بيبعتها لنا رسالة وبيبعت لنا تنوير بصيرة واحنا بنستهتر بيها. الرؤية دي ممكن تكون بتغير حياتنا. ربنا بيقول لنا انتبهوا، في رسالة انا بعتها لكم بنور لكم بصيرتكم، في عندكم ابتلاء وانتم مش واخدين بالكم. بتبقى رموز مهمة بتدل على الحسد القوي. الحسد القوي ده ممكن يكون عندك تعطيل في الجواز، تعطيل في حياتك، خلاف مع جوزك، تعطيل في الرزق، وقف حال في حياتك، تعب صحيا، تعب نفسيا، تعب مع العيال وانتي مش فاهمة ايه اللي بيحصل لك. ربنا بيبعتها لنا رموز بتدل على الحسد. هنخش في تفاصيل الفيديو، بس قبل ما نخش في تفاصيل الفيديو نصلي على النبي. ولو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك واشتراك في القناة، ولو عنده حد رؤية وعايز يفسرها يكتبها تحت اسفل الفيديو وان شاء الله هنفسرها له. من الرموز المهمة جدا جدا لما تجينا في المنام، اولا هنبدأ بالاسماء. لو ذكر اسم رقية، او ذكر اسم من اسماء زمان وانت مالكيش علاقة بيها خالص، وذكر اسم نجلاء علاقتك منتهية بيها من زمان خالص، وذكر اسم نجلاء. اسم نجلاء بتدل على الحسد. اسم مها، مها بتدل على العين القوية. اسم متعب، متعب يعني في حسد عندك مسبب لك تعب في حياتك. معانا برضو اسم سهام، سهام بتدل على النظرة والسهم اللي هي نظرة إبليس. في أسماء كتيرة قوي، بس دي من الأسامي اللي متميزة بإن في عين قوية. خصوصا الأسامي ديت لو انتي ملكيش علاقة بالأشخاص دي من زمان أو ليكي علاقة من بعيد خالص وظهرت لك في المنام، فبتدل على الإيه؟ على الحسد. معانا رمز تاني من الرموز المهمة، رمز رؤية البير. لو شفت البير لونه اسود، متوسخ، في قذورات، بتدل على الحسد. وده بيدل على بدلالة قوة، بدلالة سيدنا يوسف والبير اللي حصل وخدوا يوسف ورموه في البير كان بسببه حسد. فرؤية البير إذا كان لونه أسود أو في قذورات أو المية فيه متسخة بتدل على الحسد. رؤية العين، لما تشوفي العين على جدار حيطة، لما تشوفي ولونها كمان، يعني ممكن لونها يكون أزرق، لونها أخضر، لونها أحمر، بتدل على في حسد قوي في حياتك. أو فتحت الكتاب، أو انت لو انت طالبة أو بتشتغلي في مجال العلم وفتحت الكتاب ولقيتي عين، بتدل على حسد في حياتك العملية أو حياتك العلمية. برضو من الرؤية اللي بتدل على الحسد الحبوب. لو شفتي حبوب ودمامل كده وتقرحات، سواء إذا كانت في الوجه أو في الجسم وفي تقرحات ودمامل، دي بتدل على حسد قوي جدا عندك. من الرؤية المهمة برضو اللي بتيجي للبنت إذا كانت عزباء أو متزوجة وشافت شعرها خشن ووحش ومتضفر، يعني شعر خشن ومتضفر، شعر خشن ومتضفر، لو هي بنت بتدل على تعطيل في الجواز عندك بسبب حسد. بتدل على وقف حال عندك بسبب الجواز. في انتبهي لحالك، الرؤية دي جاتلك عشان تركي نفسك، تركي نفسك وفي عندك تعطيل بسبب حسد. رؤية لو هي متجوزة وشافت الرؤية ان شعرها خشن ومتضفر، بتدل برضو على ان في حسد شديد قوي بينك وبين جوزك وممكن يسبب طلاق لا قدر الله. من الرؤى برضو المهمة اللي بترمز للحسد، رؤية الإبرة. الإبرة بيكون لها عين ولها سن، سنها قوي بيوجع، عين قوية بتدخل على الشخص ذات نفسه. لما يشوف الإبرة يعرف إن في عين قوية دخلت عليه، فعليه إن هو يلحق ويلتزم بالرقية والتحصينات بتاعة الحسد. من الرؤية برضو المهمة جدا اللي هي خصوصا لو اتكررت معاكي، هتتكرر معاكي، او لو انتي شفتيها مرة واحدة بس كنت قارئة قرآن او رقية معينة وظهر لك رؤية الصرصار. الصرصار لو شفتيه قبل ما تكوني، لو شفتيه وانت قارية قرآن وظهر لك الصرصار بيبقى فيه حسد عندك. لو شفتي الصرصار بيتكرر يبقى عليكي، خصوصا لما يكون في البيت، لما يكون في البيت يبقى في حسد عندك في البيت. حد دخل عندك البيت وسبب لك حسد قوي جدا، او سبب في حياتك كده، لان البيت بيرمز للحياة، حسد في حياتك.
لو معانا رمز البرص، رمز البرص بالذات هنعمل له حلقة، لأن حكايته حكاية. البرص له قصة كبيرة جدا، بس من دلالتها برضو بتدل على حسد قوي من واحدة، وإن شاء الله هنتكلم معاه في حلقات تانية. لو جه المتوفي في الحلم بيقولك انت محسودة، او حد جه وقالك اقرأي سورة الفلق، او لو شفت المعوذتين، ده بتدل رؤية من عند ربنا ورسالة من عند ربنا، لانها من دار الحق، بتدل على حسد قوي عندك، وعليك انك انت تركي نفسك. إيه برضو من الرؤى اللي بتشوفيها، لو شفتي العين السحرية او ذكر اسم العين السحرية، ده بيدل برضو عن حد بيراقبك وداخل جوه حياتك وبيحسدك. معانا هنا برضو واحدة جراحة مشهورة جدا وشاطرة جدا، وحد قال لها انت ايدك تتلف في حرير، انت ماهرة، انت مش عارفة، قال لها في وشها. من بعدها معرفتش انها تعمل اي عمليات جراحية، وصاب لها الرعشة في ايديها، وحالها اتغير خالص بعد الكلمة ديت. جت بعديها عملت رقية ورقت نفسها. تالت يوم شافت انها بتخرج الايد، العين القوية من ايديها، شافت ان عينها، ايديها فيها عين وعمالة بتضغط عليها لحد ما خرجت العين، وحرارة جامدة من ايديها. سبحان الله، تاني يوم على طول بصت لقت ايديها اللي كانت بترتعش ووجعها، لقت ايديها كويسة. بصت لقت انها بتخش بتعمل عمليات جراحية تاني زي الاول. يعني سبحان الله، العين بتوقف كل حاجة، بتدمر وبتوقف حياة البني ادم خالص. من الرموز برضو المهمة، انك انتي لو جاتي تفتحي الحلة ولقيتي في الحلة وانتي بتفتحي لقيتي فيها نار، بتدل برضو على حسد قوي جدا في الرزق. التلاجة لو لقيتي لونها ازرق وانتي اصلا تلاجتك مش لونها ازرق، بتدل على حسد في الرزق. رمز برضو المسدس، لو شفتي حد معاه مسدس وضربك طلقة كده وجت في جسمك او جت في مكان معين، يبقى دي بتدل على عين قوية دخلت جوه الجسم. من الرموز القوية جدا ان شفت جمل، يعني رؤية الجمل، انا عن نفسي شفت الرؤية دي، شفت جمل وشفت العين بتاعت الجمل، وحد قال لي في الحلم عين جمل، عين جمل يعني عين قوية، دلت دي على الحسد. برضو انا برضو من تجربتي في رؤية برضو عندي، جات لي رؤية بتقول ان انا ما مش ملتزمة على القرآن وما اعرفش السور بالترتيب، وبتقول لي انا حلمت بان في حد بيقول لي اقرأي سورة سبأ وهتلاقي وراها على طول سورة ياسين. طبعا سبأ بتتكلم على سيدنا سليمان والشياطين، وذكر معاها سورة ياسين. ده بتدل يا حبيبتي على ان في حاجة جميلة عندها سببت لها عين قوية دخلت جسمها، دي بتدل برضو على الحسد. كمان من الرمز المهم جدا رمز اللحمة في القدر، لحمة الجمل في القدر. طبعا الرسول قال لنا العين حق، العين حق، والعين القدر، القدر في الجمل، لحم الجمل في القدر وبيتحط على النار، بتبقى عين قوية جدا جدا. عايزين نرقي نفسنا، نخلي بالنا ونحصن نفسنا على الأذكار الصباح والمساء. واللي يشوف الرؤية، الرموز اللي انا ذكرتها في المنام، عليه ان هو يرقي نفسه ويرقي نفسه بآيات الحسد ويحصن نفسه، بحيث ان ربنا يفك كل التعطيلات والكرب اللي عنده. اذا عجبكم الفيديو ما تنسونوش بلايك واشتراك في القناة.